وزارة التمويل المالي وتشغيل الوكالة التونسية للتمويل المالي، وهذا تو موجود من عام المفروض تنتهي الأشغال في 13 سبتمبر 21. ولا مركز خراب، وشوف الخراب شمل الدولة التونسية في كل المجالات. وهذا مثال من بين الأمثلة عن الخراب في كل المواقع. إن كانت هناك مشاكل قانونية كان المفروض يتم حلها بسرعة، مش تبقى مرتع. هذا مركز تكوين المالي لا ما في حد شيء تقريبا. مركز تكوين مالي ما موجودة كان الرخامة، مركز التكوين المهني والتشغيل. وكان المفروض لو تخرجوا منه بداوا يتخرجوا منه، واذا كان ثم مشاكل مع المقاول كان يتم الحل متاعها بسرعه. نحن في سباق ضد الزمن، وناس ما زالت تتعامل بطريقه. نفس الشيء موجود في عدد من المؤسسات الاخرى، في كليه الحقوق بتونس ولا في عدد من المؤسسات الاخرى اللي توقفت الاشغال نتيجه للعقود التي ابرمت، وكانت العقود ابرمت في ظروف غير قانونية في كثير من الأحيان، ثم تتوقف الأشغال وتهدر أموال الشعب التونسي بالشكل ذا. معناها تم إهدارها على مدى سنوات وسنوات، ويتحدثون ويحنون إلى الماضي، إلى التخريب وإلى مزيد التخريب وإلى مزيد نهب أموال الدولة. هذه صورة من الصور، وأثرت أن أكون هنا اليوم لأبين للشعب التونسي أن الأموال موجودة، ولكن للأسف هناك إرادة لتعطيل أي مشروع للخروج من الوضع الذي تردينا فيه منذ أكثر من 10 سنوات على مدى عقود. مثال من بين أمثلة كثيرة، وهناك مثال أيضا متاع العديد من المساكن الأخرى ومن المؤسسات الأخرى التي طالها مثل هذا التخريب ومثل هذا النهب ومثل هذا الإهمال. ولابد من تحميل المسؤولية لكل جهة لم تقم على الوجه المطلوب بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب التونسي. المقاول سيد الرئيس هز الفلوس ومشي، كان كنا نخدموا لاباس علينا. لا بالنسبه للمركز هذايا التكوين اي ولا خراب هكا خرب وراه مركز نتاع فساد موجود. سيد الرئيس قمروا فيه حشيك. اي وين الوزاره هنا؟ وين المسؤولين الموجودين؟ والمشاكل كلمنا المدير، تسمي مدير على المركز على مركز كما هذا متسمي وياخذ في الشهريه باش نهب لاموال الشعب. اي المدير عاون سيد الرئيس يرحم والديك. انا جيت انا باش نعاون بالامكان وعلى قاعده العدل بالنسبه للناس كل ما دام فما امكانيات. 200,000 انا تعطي في 200,000 عندي كرني الابيض. كل كرني ابيض وكل المشاكل نتاع الكرني الابيض ما تعمل حتى شيء 200 دينار، ولكن ما دام الاموال بالشكل هذايا كنا نخدموا وناكلوا في خبيزه الحمد لله. وما دام اهمال بالشكل هذايا وتهاون بالشكل هذايا كل واحد يتحمل مسؤوليته فيها. سيد الرئيس شوية كارثي منذ عشرات العقود، وتشوف المعتمد ولا غير المعتمد المسائل هذه باش تتبعها وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته مهما كان موقفه. عندنا برشا بطاله لهنا وعندنا برشا تهميش وبرشا لازم تضاف. او عندنا مثلا لهنا عندنا البقاله دي مثلا مماثل وكل ولا نتاع فساد. علاش لما يعملوا وزاره سبور حاجه خلي العباد هنا صغار على الاقل يتكونوا نخدم لهنا ما ثماش. هذا علاش موجوده وعلاش ما تكونتش تكوين مسكر عنده برشا لهنا. سيد الرئيس اهم شيء 136 شركه جابها بطاطا سيد الرئيس. والله سيد الرئيس انبوبه ما تشعلش وكيس جمله سيد الرئيس. وما نستطرش ولا الورق ان شاء الله. وسيد الرئيس جاء ربي رانا 136 شركه ركزوا فيها كل شباب بطاطا. ما نشوف لا رجوع الى الورق، كل مخزن
الليم من عند اي شخص يرجع للشعب التونسي ويرجع ربي يبارك لك، ربي يبارك لك يا سيد الرئيس. التنمية الرياضة الثقافة ومش هذا الاستهزاء واموال الشعب المنهوبه ويولي مرتع على اساس يبنيوا فيه ما عندناش تكوين. لا ما ثماش تكوين، يخل بالمسؤوليه، يتحمل مسؤوليته. ونحن معاك. نحن معاك يتحمل مسؤوليته. واي مليم يرجع للشعب التونسي. نحن معاك. واي محاوله لضرب الشعب التونسي مش صدقوا. 137 مؤسسه. شوف اللي انا نعرفها قبل كنتي جبل الجلود وسيدي فتح الله قبل ما تولد انت، معنا الوضع الكارثي اللي موجوده فيه المنطقه هذه الكل، معنا جبل الجلود والمناطق وبن عروس، ولايه بن عروس، معنا كيفاش تم انشائها وفي نفس الوقت خلاوها في الحاله اللي هي عليها. السياسيين عملوا لنا قنطره نتاع انتخابات السيد الرئيس، انت المنقذ الوحيد وربي معاك. وربي معنا ان شاء الله. مع بعض. نحب نقول كلمه. قول كلمه. اي متوخر ولا ما نوخرش، ما توخروش، قول معايا واصلوا وماشيين مواصلين، وباش تتواصل الثوره حتى تحقق اهدافها الكل، مواصلين الكل مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ولا المحاسبه يا سيد الرئيس ما يخدموناش. لا تو شوف المشاكل كلش الكل يد واحده ونمشيو الى الامام ان شاء الله. يرحم الله من عندك يا سيد الرئيس. معاك يا سيد الرئيس. في المخازن حتى توفى المده الصلاحيه نتاعها امر غير مقبول. في حين في مره الناس تتقاسم في حكه دواء داخل صيدليه. هذه الملفات موجوده بالشكل هذا. وعلاش الملفات موجوده بالشكل هذا في الشارع؟ معنا صب الهواء. اي ولكن مش مكانهم الملفات، المفروض ارشيف وراء بنظر. لما يوقد الارشيف بالشكل هذا امر مش طبيعي، وهي مشكله في تونس في الاداره التونسيه. الارشيف هو اقل شيء في الاداره، كانوا ما ثماش معنا حتى اللي يحطوه في الارشيف كانوا معاقب. برشا اللي مشاو الارشيف اتلفوه في عديد واتلفوه قصدا، ويفترض انه في كل اداره ثم ارشيف لانه يحمل تاريخ الاداره الاداريه. اذا كان هكا هذا ما عادش يصلح حتى شيء. ما حسب ما في بالي لا هذوما ما عادش يصلحوا. ما عادش يصلحوا. شوف راهي قداش من ملايين مشات برا. صحيح. هذوما الكل تو تشوفوا سيد الرئيس هذوما قادرين نشوفوا ما بين 2018 2021 مقيمين 2.3 مليون دينار. 2 اي ومن بعد يقولوا الدوله ما عندهاش فلوس. هو حتى 2016 وهذا شفت كذا نفس الشيء. اي نفس الشيء لحد الان اتلاف ولكن قبل الاتلاف يلزم نقوموا بالتفقديه الاداريه والماليه والصيدلانيه باش كيف توضح الامور، خاطر ولكن ساعات تاع فساد كبير. موضوع نتاع فساد، ما هذه هي القضيه، موضوع نتاع فساد. ونفس نشوف هذا الواحد الفيديو هذا كنا نشوف فيه نتاع تصفيه الدم. اي ومن بعد يقولوا ما فماش. وها موجود ملوح معناها في معناها في الشمس ما عادش يصرف حتى شيء. هو يخرج لهنا السيد الرئيس كانوا موقفات
هذه امور تري ستريكت في الدوائر. اي اما هو انتهت مده صلاحيته منذ مده. لا فما اللي خرجوا نون كونفورم صلاحيه نون كونفورم. وكيفاش يخرجوا النون كونفورم؟ فما دي زاناليز يتحملوا. لا مالك يجي لهنا علاش يجي بيان سور فما ديزاناليز ما يخرجش ساعه الساعه تاع تري ستريكت. هو بالنسبه للعمليه هذه مش عمليه سهله معناها بالنسبه لاي دواء. هو المفروض هذا مثل المناظر هذه الموجوده المقرفه المخجله بالنسبه للشعب التونسي واللي عنده اطارات عليا وكفاءات كبرى، ونلقاو بطبيعه الحال اموال الشعب التونسي ملقاة على قارعه الطريق. كريم شوف ان شاء الله ترجع. ما قلت الناس هذوما الدواء البريمي، فما ناس بريمي ويحبوا يرجعوا ما يدخلوا للشعب كما الادويه بالضبط اللي انتهت مده صلاحيتها، ولا بعض الاغذيه التي انتهت مده صلاحيتها هم انتهت ايضا مده صلاحيتهم، ولذلك تراهم يتخبطوا. وثم الحملات المسعوره نتاع الناس المأجورين وعملاء للخارج ولجهات المشبوهه لضرب الدوله التونسيه يتحدثوا اليوم عن القضايا المتعلقه بالافارقه. نحن اثرنا على انفسنا وقت في الكوفيد نوزعوا الادويه ونوزعوا على الافارقه، ونحن نعتز بانتمائنا الافريقي، ولكن هم بطبيعه الحال تاويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبه الديموغرافيه لتونس وترتيب وخذاو فلوس كما خذاو فلوس في عديد القطاعات الاخرى لضرب الدوله التونسيه ولضرب الشعب التونسي وضرب انتمائه. معناها العمليه ما تتعلقش هما بريمي وما زالوا يحبوا يكونوا عندهم او يتصوروا انهم دوام. السيد الرئيس حبوا دوام الامن القومي في الحمد لله. ليل ونهار السيد الرئيس بالله السيد الرئيس السيد الرئيس عاونها يا ربي يعاونكم معاه. هذا واجب يرحم والدي. تحدثوا عن المؤسسه واداره المؤسسه وقطاع حيوي يتعلق بالادويه. نعم. بالنسبه للمسؤوليات ستحدد فيما بعد، وكل من اخطا بطبيعه الحال يتحمل مسؤوليه الخطا بتاعه. نعم. ما نتحدثش عن اللجان المتناصفه ولا نتحدث عن الاشخاص. نعم. وهذا تفتح لان أي. بيريمي كل والبيت الاخرى اللي مغاديك كلها بيريمي. من مليار 2 مليارات وستمية. ما تطلعوش علاش ما تطلعوش؟ سيد الرئيس هذه الانسباسه نتاعنا يتباع لكتافون برا من الشركات الخاصه والانسباسه نتاع الزوالي ما يتباعش. هي القضيه هذه ما يتباعش نتاع لوبيات. معناها القضيه قضيه فساد ماهيش قضيه الامر ما نلقاوش وين يتباعوا. معناها التوانسه توجع على الدواء في الصيدليات وما تلقاش، لانه بعض اللوبيات تحب تستحوذ على قطاع الادويه وصناعه الادويه، ومعروفه هي في العالم، ولكن في تونس اكثر فساد حتى ما تكونش مطابقه للمواصفات. هذاك لانالدو سيد الرئيس عنده 4 سنين مش موجود في البلاد. لانالدو هذا راهو التاريخ الصلاحيه بتاعه. نشوفوا افريل 2020 افريل 2020 وعلاش ما توزعش في السوق؟ هذوما الناس يلزمهم يتحاسبوا. عندنا الخلاص الوطني، تونس تحب تتخلص من هؤلاء المجرمين، مش بالادويه اللي فاتت الاجل بتاعها والصلاحيه لمده الصلاحيه بتاعها، ولكن بادويه من اراده الشعب التونسي، وان شاء الله تونس تصفي الشعب التونسي. هذا دواء مفقود في المستشفيات السيروم. المحاكم يلزم تقوم بدورها، وهذا ايضا دعوه الى القضاة باش يقوموا بدورهم وما يقوموش بدورهم امام الشعب التونسي في تطبيق القانون على الجميع كائنا من كان، يتحملوا ايضا المسؤوليه في هذه الاوضاع. معناها بالنسبه للادويه هذه المليارات الملوحه اللي وراها مجموعات من المجرمين هي اللي خلاتها ما توصلش. وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلاد هذه وقدام الشعب التونسي. وهذا الفساد اللي ينخر في البلاد معناها كالسرطان اللي يعربد في جسم المجتمع، ويتحدثوا بعد ذلك عن الخلاص وعن الحوار. الحوار مع من؟ ولا تو خماسي الراعي للحوار. واش عملناها الانتخابات اصلا؟ اذا كان هما الحوار
باش يتحدثوا على الحوار، يجيوا يشوفوا المشاكل الحقيقيه نتاع الشعب التونسي والفقر والبؤس والتهميش. ناس حتى بقايا نتاع انسان وهما يتحدثوا في الاعلام وياخذوا في الملايين وبالاسماء موجوده اسمائهم، ومن يتجرأ ايضا على تبرئتهم فهو شريك لهم. انا اشوف الاقراص هذه علاش؟ على خاطر فما مجرمين يحبوا يسيطروا على السوق، فضلا عن ان الادويه اللي يصنعوا فيها مش مطابقه للمواصفات. هذا يا سيد الرئيس سبيتور اللي هو السكترال اللي يبيعوا فيه العباد البر، هذا يتعدم حتى واحد ما عنده في السبيطار دواء الدم الناس تموت. هذا السكترال تلقى كان السكترال يتباع في الفارماسي سنترال، دواء ما تلقاهش جمله يتباع، كان هما يتباع دواء. بعض الفضاءات الاخرى تو نلقاوها ماهيش مطابقه للمواصفات، ماهيش ادويه. او في الشاطرين هنا سيد الرئيس يجيو يحكيوا لك على مشاكل شخصيه، هاو طرقيه، هاو مدري شنو، هاو فلان دخل، هاو خرج، هاو مش عارف شنو، وما خلوناش نخدموا. بكل صدق ثماش مجال للعمل باش تصلح وباش تخدم. لا لابد. شوف هي حرب تحرير وطني، ولا بد من تحرير الوطن من كل هؤلاء الاضرار. والشعب التونسي باش يتراجع الى الوراء، ونحن نحمل الامانه في حين هم يحملوا في الواقع كان الفكر الاجرامي لتحطيم الدوله ولضرب الوطن. هذا لابد من التصدي لهم، وانتهى هذا العصر اللي يصوروا فيه لا تاريخ الصفات ولا تاريخ المؤسسات الاخرى واللوبيات اللي قاعده تعبث باش تدفع الثمن حتى بالنسبه للعدد مش مطابقه المواصفات. مش مطابقه المواصفات، تخلي هذه المطابقه المواصفات موجوده وملوحه. اما دواء اقراص كي يوصل برسبكتيوس يقول لك هذه ما فماش، يقعد راقد حتى يشريوا هذيا بعده يدخل بيريمي او شنو اللي صاير. هذا جزء راهو قليل، معناها قليل غيظ من فيض. وهذا من الناس اللي يتكلموا بالعالم ويتكلموا من ابواق هذه المأجورة والمواقع اللي موجودة في الخارج، اللي يشوفوا الواقع التونسي افضل لهم من الخيانة، واللي مريض بالخيانة ما فيش دواء ما يبراش. لا قداش سوق؟ في الكل مقيمينهم 2.3 مليون دينار. 2.3 مليون دينار والناس قبيله تشكي كل ما عنديش ما بين 2018 و 2021. لا والاخر ما يلقاش ما يتعشى. تم تهميش عدد كبير امانه، وحتى ابقائهم في مكتب يكاد يكون مغلق وكانه سجن. ولا بد من محاسبه الجميع على قدم المساواه، تطبيق القانون، وعلى القضاة ان يطبقوا القانون. واليوم دعوه مره الثالثه للقضاة انهم يطبقوا القانون، واللي ما يطبقش القانون اللي كما البارح لا تم اطلاق سراح مجرم متخفي على مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالاغتيالات. صحيح. والحمد لله الامن الاخذاء ارض في المحمديه والاموال 300 مليون، هذا فضلا عن عديد المؤيدات المتعلقه بقضايا اغتيال وبقضايا اجراميه، ثم يطلق سراحه. لو كان جاء المواطن التونسي سرق حق سردينه راهو بالوقت مشى يطلق سراحه. الوضعيه نتاع الصفات انا خذيت في فيفري 2022. ما عندوش برشا. الوضعيه باش نقول لك كارثيه اكثر من كارثيه السيد الرئيس. وصلنا هو بالفعل السرطان عافانا الله واياكم يعربد في جسم الدوله. مرة سي براتيكمون ان ايتا ميتاستازي. لابد من حل اما بالاشعه ولا بالكيمياوي للقضاء على هذه الخلايا السرطانيه الموجوده داخل مؤسسات الدوله وفي وسائل اخرى لضرب الدوله ولضرب الوطن وللتنكيل بالمواطنين. ولا بد ايضا من محاسبه هؤلاء امام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع. معنى اللي ترى الاموال هذه اللي متسبب فيها يتحمل مسؤوليه، وثم ناس اللي يتم تهميشهم ويحطوهم في المكاتب، تقريبا مكاتب ما ترفعش حتى مكتب عقابا له لان دخل في بقعه فلان وما يعرف شيء، وفي عديد المؤسسات الاخرى. اي والمسؤوليه نتاعنا الباراسيتامول
ما هو نتاع لي فيرالجون الباراسيتامول نتاع تونس ما يداويش، نتاع الصفات باش تتكلم عليه ما يداويش. معنا واحد راسه يوجعو ياخذ طابع السيد الرئيس يرجع على الجون اللي فيرالجون كي تاخذه من الخارج بعد ساعه توفى الاوجاع لانه مش مطابق للمواصفات، وهذا اجرام. نعرفوا صناعة الأدوية وعالم الأدوية في العالم، وحتى الأدوية اللي تجينا من الخارج مش نفس الأدوية اللي توزع في دول أخرى، نعرفوا هذا، ولكن عندنا الإمكانيات للتصنيع وباش تكون مطابقة للمواصفات، وعندنا كفاءات عليا قادرة أيضا على صناعة الأدوية. يوم يطلبوا فيهم في الخارج التونسيين الأطباء والصيادلة والمهندسين اللي حتى للابقاء على تونس في الوضعيه هذه. كل خطوه ناخذوها حسيب الله وحسيب الشعب، ولا اخاف في الحق لومه لائم. وجيت لهنا الموقع هذايا لاني يلزم المسؤوليه حتى من ذلك، ولا بد الكل تتكاتف الجهود مع بعضنا لانقاذ الدوله التونسيه ولانقاذ الوطن. والكل الشركات المربحه، وتونس راهي تنجم تكون من تونس الشركات الوطنيه الكل رابحه. علاش خاسر؟ علاش خاسر؟ كانت في مسألة علاش خاسر؟ فما قطاعات اللي تم المرافق العمومي، القطاع الصيدلة وقطاع الطب ولا المستشفيات الى اخره، لابد من توازن، ولابد هناك الصناديق نتاع الضمان الاجتماعي ولا الكنام الى اخره والسيناساس الى اخره. لابد ايضا لنا التوازن المالي بطبيعه الحال ضروري، ولكن ايضا التوازن المالي لتغطية، لأنه مش الناس كل المواطنين قادرين باش يشتروا الأدوية بالأسعار هذه. لابد من تحقيق التوازن بالنسبة للمؤسسات، ولابد أيضا من مراجعة العديد من المقاييس المعتمدة في صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين على المرض إلى آخر ذلك. في هذه الصناديق اللي يقولوا عندنا قاعدة معطيات، فما الآلاف ياخذوا في جرايات وهما عند الله سبحانه وتعالى متوفين. معنا الفساد ضارب في كل مكان، ولا ما نجموا نوصلوا للتوازنات الحقيقيه وتمكين الشعب من حقه في الصحه وفي التعليم وفي السكن وفي الحياه الكريمه الا بتطهير الاداره وبتطهيرها من اللوبيات. يعني اللي يحصل هذا اللي شفته اليوم ما هوش طبيعي، النتيجة لتدخل بطبيعة الحال جهات أخرى حتى تبقى الأدوية هذه زوز مليارات. هي نمشي نبني بهم مدرسة ولا نمشي مستوصف ولا حتى المستوصفات للأسف اللي يبنيوا فيها ماهيش مطابقة أصلا للمواصفات المطلوبة. معناها الخط الأولاني حتى لا حتى بوليتيك دو سونتي حتى او نيفو دو الاركيتكتور. بالامكان ثم طاقات موجوده، ثم ناس تحب الشركه وثم ناس كيف والله ثم ناس مستعده تخدم ليل ونهار من اجل بلادها ومن اجل الشعب التونسي، وانتم قاعدين لنا معناها اطارات عليا وتجموا بالفعل نختصروا المسافه في التاريخ في الزمن، قادرين باش نوصلوا نحققوا مطالب الشعب التونسي وقت اللي انتهروا البلاد من الناس اللي تحاول ضرب الشعب، ضرب الدوله، حتى في الماكينه الاحتكار. تو كي يقولوا ادوات ما ثماش، ما ثماش، وصلوا ادوات تمشي للفارماسي يقول لك ما ثماش. علاش ما ثماش؟ على خاطر لا فما المشكل هذاك ولكن في نفس الوقت ثم مجموعات هي اللي تحتكر في جملة من الأدوية هذا فضلا عن الأدوية كما قلت اللي مش مطابقة للمواصفات والقوانين. إذا كانت مش متلائمة هي مشغولة باش تكون تخدم المجموعة تعبر عن الإرادة العامة. لا، هي للأسف القوانين اللي توضعت في السنوات الأخيرة وحتى قبل السنوات الأخيرة توضعت على المقاس لخدمة مجموعة من الأشخاص ولا العائلات ولا اللوبيات إلى آخر ذلك. معنى القوانين نفسها
مجعوله كما على القياس. جاي تسرق راهو كبيره ملفات كل عندك. لا شفت لا جات هذاك على جيت خاطر شفت الملفات. اي شفت الملفات. لا تبع فيه الملف. فما سياسه بتاع دوله يلزمها تكون واضحه في كافه المؤسسات، واي شخص مهما كان مرة تجاوز القانون يتحمل مسؤوليته. معقول. بارك الله فيك.